خشي ايه ده؟ ايه في ايه ده؟ بقول لك ايه، سمعتي ايه؟ يا ماما انا ما لحقتش اسمع اي حاجه. ده حتى ابو العريس افتكرني انا العروسه. ازاي يعني ابوكي كان قاعد ساكت كده ما بينطقش؟ قولي لي بس، بابا كان قاعد مبسوط ولا مكشر؟ انا لا شفته كده ولا كده. انا كل اللي سمعته ان بابا كان بيتكلم عن الاصول. الأصول؟ أنا بقى ما بخافش من أبويا إلا لما بيتكلم عن الأصول. مالها الاصول يا معدله؟ حد بيزعل من الاصول؟ شوف يا حاج، الميعاد اللي يريحك واحنا نعمل فيه الخطوبه. ملهاش لازمه الخطوبه دي. انا بقول نتكل على الله ونكتب كتب الكتاب على طول.
اصل انا ما بحبش حكايه الخطوبه. مش الاول العريس والعروسه يعرفوا بعض؟ وهو ابنك ما يعرفش العروسه؟ ما هو عارفها كويس، ولا ايه يا نبيل؟ مظبوط مظبوط يا عمي. انا بقول ندي نفسينا فرصه عشان نستعد لكتب الكتاب والفرح، وانتوا كمان تستعدوا للجهاز. احنا من بكره ان شاء الله جاهزين لكل حاجه، بس المهم دلوقتي نتكلم في حاجتين: الشبكه والمهر. انا تحت امرك. الشبكه هنسال البت هي عايزه ايه، هي حر. اما المهر بقى فلازم اعرف الاول انتوا عاوزين تفرشوا كام اوضه. انا شايف يا عمي ان الشقه لازم تكون 3 اوض وريسبشن كبير. ياه، وانت يا ابني هتقدر على شقه كبيره زي دي؟ يعني انت لسه بتقول يا هادي وعظمك طري. ما هو البركه فيك يا حاج، وانت ما عندكش اكتر من الشقق. عدم المؤاخذه مش فاهم يعني، يا ريت تنورني. بابا قصده يا حاج ان حضرتك اللي هتجيب الشقه. اه ده كلام ده يا ابني في شرع مين؟ في شرع مين؟ هو مش في اصول؟ قصدك ايه؟ قصدي الاصول بتقول ان الشقه على العريس. ما انت لسه قايل يا حاج انه عظمه طري وما يقدرش يشتري شقه. عداك العين والله، اللي ما معهوش ما يلزموش، ودي حاجه ما تزعلش. طيب ما نتعاون مع بعض عشان البركه تمشي. والله المطلوب مني هعمله بزياده كمان بعون الله. واحنا كمان مش هنقصر لا في الشبكه ولا في المهر. وشوفوا بقى المبلغ اللي هتحطوه انا هحط قصاده الطاق 3، ولو عايزين الموبيليا من بلاد بره هبعت اجيبها بعون الله، يعني ابقى مش غلطان. دول اتأخروا قوي يا ميرفت، بقالهم أكتر من ساعة. بس دي حاجه تطمن يا ماما، لانهم لو ما كانوش اتفقوا كان زمانهم هنا من بدري. حق لو تمت الحكاية دي يبقى أخوك اتفتحت له طاقة القدر. ياه، وهم هيلاقوا احسن من نبيل اخويا فين؟ يا أختي البلد مليانة مليونيرات. بس بنتهم بقى بتموت في بلبل. اللهم اجعله خير. ده اخر كلام عندك يا حاج؟ انا طول عمري كلمتي واحده يا مصطفى بيه. طيب ادينا فرصه نفكر ونرد عليك. فكروا براحتكم، انا مش مستعجل. طيب نستأذن بقى. انت مستقصدني بقى؟ مستقصدني بجد. في الوكاله ما تشربش القهوه، معذور، مش عارف الواد القهوجي غسل الفناجيل ازاي، لكن ده احنا هنا في البيت الحاجه بنفسيها هي اللي عامله الكنافه، كان نفسي تدوقها سمنه بلدي اكسترا نمره 1، والفناجيل يمكن غسلها 10 مرات، اصلها مسوسه زيك من ناحيه النظافه يعني. معلش اصل معدتي تعبانه شويه. السلام عليكم. مع السلامه. بس انا هعاملك كده. ها؟ لو نزلت عندك لا هاكل ولا هشرب. ده انت تشرفنا. لا يا عم، المعامله بالمثل. لا اهلا يعني وسهلا. انت تقعد وما تاكلش ولا تشرب وعايز ننزل اكل واشرب؟ مع السلامه. انست وشرفت. مبروك يا سمسم، بابا افرج عن العريس وابوه. الف مبروك. مبروك يا ماما. يا اختي هبطي بس اما نشوف ابوك اتفق معاهم الاول ولا ما اتفقش. اكيد اتفقوا يا ماما، بدل قعد معاهم المده الطويله دي يبقوا اكيد اتفقوا. ماما يا ست الكل، قومي يا حبيبتي شوفي بابا عمل ايه وتعالي طمنينا. استني بس، مش الاول لما نتفق على فساتين الفرح؟ فرح ايه دي؟ خطوبه ولا فرح؟ ايه اي مناسبه هنلبس فيها فساتين سهره جديده. قاعد كده ليه، مالك؟ لا ابدا، بفكر. خير ان شاء الله.
يعني بحسب حساباتي بشوفها صح ولا غلط. انت عملت معاهم ايه؟ زي ما قلت لك، داخلين على طمع. يعني ايه؟ ما اتفقتوش؟ من ناحيتي انا موافق، بس يا فاطمه كل حاجه لازم تبقى بالاصول. عشان خاطري ما تدقش معاهم، بنتك هتتجنن. تبقى عبيطه. اللي انا بعمله ده عشان تغلى في عينيهم ويعرفوا قيمتها. انتوا مختلفين على ايه؟ وايه يعني حته شقه؟ اما راجل بخيل بشكل. عشان تصدقوني لما اقول لكم الراجل ده مش سهل. ما هو لازم يطلب الطلبات يا بابا، امال هيعمل لبنته قيمه ازاي قدامنا؟ شقه وشبكه ومهر، هجيب كل ده منين؟ ده المفروض هما اللي يدفعوا الحاجات دي كلها. واتفقتوا على الشبكه والمهر؟ مش لما نتفق على اهم حاجه، ولا يعني اجيب شبكه بالشيء الفلاني وادفع مهر حوالي 20,000 جنيه وهيسكنوا فين بعد كده؟ في الشارع؟ ان شاء الله يعيشها في اوضه وصاله، بس انا كنت عايز احس انه يقدر يعمل لها بيت. وانت برضو يخلصك ان بنتك تعيش في اوضه وصاله؟ ما دام راضيه احنا مالنا؟ بعدين يا فاطمه الست لازم تعيش على قد جوزها ما يقدر. ليه يا عبد ربنا يبقى موسعها علينا واحنا نضيقها على عيالنا ليه؟ شوف يا فاطمه، المساله مش مساله فلوس، بس انا عايز اللي يتقدم لبنتي يكون عايزها لنفسها، مش عايزها عشان طمعان في فلوسها او فلوس ابوها، لان ده بيقلل قيمتها. خلاص خش قول لها كده، والله لو عجبها الكلام ده ماشي. لا يا فاطمه، مش دلوقتي، نستنى شويه اما نشوفهم الاول هيرسوا على ايه. نقول مبروك يا حاج على ايه يا سيد؟ على خطوبه سنايا. مش لما نقرا الفاتحه الاول؟ امال اللي كان امبارح ده ايه؟ لا ده كلام بس من غير ربط. عموما ربنا يقدم ما فيه الخير. انت جبت اللي فيه الفايده، ربنا يقدم اللي فيه الخير. قول لي يا فهيم افندي. ايوه يا حاج. هي الشقه على مين؟ على العريس ولا العروسه؟ الاصول بتقول ان الشقه على العريس. الحمد لله، يبقى انا ما غلطتش. وهو الجواز بقى ايه دلوقتي يا حاج؟ هو الشقه، اللي عنده شقه يقدر يتجوز، واللي ما عندوش ما يلزموش. عندك العيب تعجبني يا عم فهيم. انت رايك يا سيد؟ انت دلوقتي عندك بنت على وش جواز، نفرض حد تقدم لها، انت اللي هتجيب لها الشقه ولا العريس؟ منين يا حاج؟ ما انت عارف البير وغطاه. نفرض انك تقدر. والله يا حاج الملان يكب على الفاضي. بس مش جايز الفاضي ده يكون داخل على طمع. ربنا يكفينا شره. شر مين؟ الفاضي؟ يا حاج الفقر مش عيب، لكن العيب هو الطمع. اسم الله عليك، انت كده ريحتني. هي ايه العباره يا حاج؟ العباره ان وزير وقال ايه؟ مش قادر يجيب شقه لابنه، تقول عليه ايه ده؟ اقول لا اله الا الله. امال اللي زي حالاتي يعمل ايه يا حاج؟ يبقى قول الكلام ده لاختك، لحسن فاكراني اني بتجنن على العريس. ما تعرفش ان الاكل في الشبعان خساره. كفايه ما تعمليش في نفسك كده. ليه ده كله؟ ما تستهدي بالله كده وبكره يحلها الف حلال. يا بابا هو احنا فقراء؟ احنا عندنا فلوس كتير قوي. انا مش عارفه بابا ليه بيعمل معانا كده. هيودي الفلوس دي كلها فين؟ برضو ابوكي واضرب مصلحتك. انا بقى عارفه مصلحتي كويس، ومصلحتي نتجوز نبيل. يا اختي يا رب يبقى مستمسك بيكي زي ما انت مستمسكه بيه قوي كده. امال يعني كان جاي يخطبني ليه؟ ما دام شريكي يبقى هيتصرف. بتقدري البلا قبل وقوعه ليه؟ ما يمكن يوافقوا على حكايه الشقه دي. افرضي ما قدروش، اسيب نبيل يضيع مني؟ هيضيع يروح فين؟ ما هو مستني. الله، هو ابوه كان شويه؟ ده ابوه كان وزير، يعني يقدر يشتري يا خايبه 1000 شقه. لو كانوا يقدروا ما كانوش استنوا. هما لحقوه، ما يمكن يصبروا وربنا يقدرهم. خلاص يا ستي، هم هيصبروا وانا كمان هصبر. لما اشوف ايه اخرتها بقى. بس يكون في علمك يا ماما، انا لو ما اتجوزتش نبيل مش هتجوز ابدا. بتفسري في وشك ليه؟ انا من رايي انك تسيبك من الجوازه دي. يعني ايه يا بابا؟ حضرتك عايزني اضيع فرصه كبيره زي دي من ايدي؟ ما انت شايف ابوه محكم رايه ازاي؟ انت عارف اقل شقه بكام دلوقتي؟ مش اقل من 100,000 جنيه. ودول يجوا ايه جنب الملايين اللي هتورثها سنيه؟ يعني ال 100,000 جنيه دول نعتبرهم استثمار؟ جايز الكلام اللي بتقوله ده يا نبيل صح، لكن انت عارف احنا اللي عندنا يا دوب مكفينا،
وافرض جه عريس لاختك، مش عايزه مصاريف؟ كل ده هيتعوض لما اتجوز ثانيه، ساعتها الفلوس هتبقى في ايدينا ملهاش حساب. منين؟ من ابوها. يا نبيل يا ابني افهم، إذا كان مش هين عليه يديها شقة في عمارة من عماراته، تفتكر بعد الجواز هيغرف ويديها؟ أما إذا كنت بتبص لمراسها فده شيء في علم الغيب يا ابني. ده حتى رافض ان يبقى فيه خطوبه، عايز جواز على طول. يعني بصراحه كده مش عايزك تشوف البنت الا بعد الجواز. ما هو إذا كان في خطوبة كان ممكن يبقى في فرصة نتكلم نتفاهم، نضغط عليه شوية، البنت تضغط عليه شوية، إنما زي ما أنت شايف الراجل مقفلها. طب والعمل يا بابا؟ مفيش غير إننا نستنى. نستنى لحد امتى بس؟ يمكن الراجل يغير رأيه. واذا ما غيرش؟ اذا كنت انت ولد والبنت بتحبك وما تقدرش تستغنى عنك، اكيد هيبقى في كلام تاني. اعمل ايه بس يا فتحيه؟ البنت بتحبه. يعني ايه تعملي اي حاجه؟ البنت مقهوره قهره سودا، الله هتسيبوها كده؟ مالكوش حق ابدا يا اختي. طب شوريني اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ كلمي ابوها. انت مش امها ولا ما انتش امها؟ كلمته مرة و10 و20 ودش اليوم مرة بعد عنك ابدا، اللي راكب في دماغه انهم داخلين على طمع. ما هو هيقول كده على كل واحد يتقدم لبنت من بناته. يعني انت ما تاخذينيش في دي الكلمه، ايام ما اتجوزتي الحاج زمان كنت طمعانه فيه؟ لا، كنت بتحبيه. يوكاتك ايه يا فتحيه؟ ضحكتيني وانا متدهوله. وده ضحك ده ما قصدش الحب، ما قصدش الحب يا حاجه اللي كنت بتحبيهوله، اقصد الفلوس. ايه الفلوس دي؟ عيب يتكلم فيها. الفلوس بتروح وبتيجي، الفلوس بتروح وبتيجي، المهم كل واحد يبقى عايز التاني. قلت له بالظبط الكلام اللي انت بتقوليه ده جربون، مفيش فايده. وقال لك ايه؟ قال انا مش ضمني ان هو كمان يكون بيحبها زي ما هي بتحبه. ما هو لو كل اب هيفكر زي ما جوزك بيفكر، 3/4 بنات البلد هتعنس وتقعد في بيوتها. ثانيه عامله ايه يا فاطمه؟ بتعيط يا عمتي، صعبان عليا قوي. اخص عليكي يا حاجه، اخص عليكي، وش بعدها لكم، وش بعدها لكم. وانا اعمل ايه بس؟ ما دي الله ودي حكمته بقى. جنايه جنايه يا اختي، حنينه يا روح قلبي، طالعه لعمتك، طالعه لعمتك. بصي بصي يا حاج، بصي شوفي حلاوتها، بقت عروسه كبرت اسم الله عليها. لو ايه كل اللي يشوفها، كل اللي يشوفها يقول لي عمتها فوله واتقسمت نصين. يا اختي وانا شو وصلني، ده قمر، ربنا يعدلها لك يا بنتي. لو ايه لهلوبه وشاطره في كل حاجه، ولا طبخها يا حاج تقوليش شهد. نفسي ادوقك طبخها، بس هقول ايه؟ ما بترضيش تيجي تزورينا انت والعيال تتغدوا عندنا، ما احنا مش قد المقام. كلام ايه ده بس يا فتحيه؟ هو انا بتنقل من البيت خالص؟ ما انت شايفه بعينيك اهو، مش سايبني ورايا وقدامي. ربنا يقويك يا حبيبتي. الا قوليلي عبد الوهاب فين؟ وحشني قوي قوي قوي، بقالي كتير ما شفتوش. ادخل. ازيك يا عبد الوهاب؟ ازيك يا دنايا؟ ازيك يا اخويا؟ عامل ايه؟ اهلا، ازيك يا مرات خالي؟ ازاي صحتك؟ ربنا يخليه. اصل فاطمه قالت لي والنبي يا ماما عايزه اسلم على عبد الوهاب ابن عمتي. ازيك يا فاطمه؟ ازيك انت يا عبد الوهاب؟ انت قاعد لوحدك ليه يا ديناي؟ لا ده انا كنت بقرا. الهي ينجح مقصدك، الهي ينجح مقصدك بحق جاه النبي حبيبك يا رب، وينولك اللي في بالك يا اخويا. اقعدي انت بقى مع عبد الوهاب وانا هروح اشوف ثانيه. لا انا هروح اقعد مع نفيسه. ايه ده يا بنت؟ ده يخيبك مكسوفه. يا بنت ده ابن عمتك يا بنت المكسوفه. انا على طول كده يا عبد الوهاب تتكسف من خيالها. بارك الله فيها. ويا ترى يا فاطمه بقى بتصلي؟ انا ايه اللي بتصلي؟ دي ما بيفوتهاش فرض، حتى انا بقول لها انت طالعه لعبد الوهاب بالظبط. ما تتكسفيش، ده عبد الوهاب يا بنت، ده عبد الوهاب ابن عمتك. ده عبده، ده عبده، ده انتوا كنتوا ده اراضي. بقول لك ايه يا عبد الوهاب، مش تشوفوا حل لاختك يا اخويا اللي حالها يصعب على الكافر دي؟ وانا بايدي ايه؟ كلم ابوك يا حبيبي، انت الكبير يمكن يسمع لك. ما انت عارفه بابا ما بيمشيش غير اللي في دماغه. يعني ايه البيت تتقهر كده؟ والله بقى يا مرات خالي انا شايف طالما نبيل مش قادر يجيب شقه خلاص يتجوزوا وتقعد عندهم لغايه ما يكون نفسه. ولا ابوك ولا امك هيوافقوا على حاجه زي كده. وبيني وبينك بقى الست ما تستريحش الا في شقتها. انا بقى مش شايف حل تاني. انا بقى عندي الحل. ايه هو؟
ما انت يا حبيبتي لو قعدتي تعيطي كده طول الليل والنهار بابا مش هيسأل فيكي، وبصراحة بقى عنده حق. انت جايه عشان تفرسيني؟ قولي من هنا، استني بس، استني تهدي بالله اما اخلص كلامي. المفروض ان العريس هو اللي يجيب الشقة، وده كلام مظبوط. بس انا هفرض معاكي ان العريس مفلس، او يا ستي عامل مفلس، بس العروسة بتحبه وعايزة تتجوزه، تعمل ايه؟ تسأليني؟ مفيش غير سلاح الضغط. اكتر من كده ضغط؟ انت فاهمه ان اللي انت بتعمليه ده هيأثر ولا هيهز شعرايه من بابا؟ يا حبيبتي بابا عنده مناعه ضد العواطف. عايزين نشوف له كده حاجه قويه. حاجة قوية؟ عايزين نعمل ايه يعني؟ فاكره الفيلم اللي اتفرجنا عليه الاسبوع اللي فات في التلفزيون وانت كنت قاعده عماله تقوقي وانت بتتفرجي عليه؟ شفتي بقى؟ شفت انك انت واخده الموضوع ده يعني؟ خد الوش. استني بس، انت فاكراني بهزر؟ انا بتكلم بجد. انت مش فاكره ان بطله الفيلم كانت عامله زي كده بالظبط، بس التانيه كان ابوها باشا ورافض يجوزها الميكانيكي. لا بقى انت زودتيها قوي. قصدك ان نبيل ميكانيكي؟ استني، ما اقصدش حاجه خالص. انا كل اللي اقصده انك تعملي زي ما البطله عملت. بس اوعي تعملي كده بجد، لا تروحي فيها ويقولوا انا السبب. طيب عايزاني اعمل ايه؟ يا ماما الحقيقة ثانية يا ماما. مالها ثانية؟ ايه اللي حصل؟ مالها اهو، انا دخلت عليها الأوضة لحقتها كانت هتموت نفسها وتشرب الإزازة دي. ثانية بتقولي ايه؟ ثانية؟ ازاي ده حصل؟ طب طمنيني، هي كويسة دلوقتي؟ طب أنا جاي حالا. هو في ايه خير يا حاج؟ ايه في ايه؟ أنا رايح لحد البيت. ليه كده يا سنية؟ اخصى عليكي يا سنية، تحرق قلب امك عليكي يا اختي. ليه كده يا سنية؟ شبابك يا اختي. سنية طولها زي عرضها يا سنية، اخصى عليكي. تعملي في نفسك كده ليه يا سنية؟ ده ولا حاجة فينا ضفرك. مالها ثانية؟ ايه اللي حصل؟ كانت عايزة تشرب الازازة دي عشان تحرق قلب امها. وانت كنت فين؟ انا كنت قاعدة بره مع العيال، ده لولا هي دخلت عليها فجأة كده ولحقتها. انا لولا لحقتها على اخر لحظة كانت شربت الإزازة كلها. انا عارفة ايه ده اللي عايزة تموت نفسها علشانه؟ الكتم يا بنت، الكتم، احنا ناقصينك. يا بابا انت ليه مش عايز ثانية تتجوز نبيل؟ كل ده عشان ما عندوش شقة، وفيها ايه يعني؟ ما يعيشوا معانا هنا. خلاص كل واحدة قالت اللي نفسها فيه. اتفضلوا بره، اخرجوا يلا. وانت يا فاطمة معلش اخرجي كمان معاهم، انا عايز اكلم ثانية لوحدها. يلا بالراحة يا عبد. خد الباب في ايدك. ايه اللي انت عملتيه ده يا ثانية يا بنتي؟ وليه؟ للدرجة دي هانت عليكي حياتك؟ شوفي يا بنتي، مفيش حد في الدنيا دي كلها يستحق تضيع حياتك علشانه. انا عارف انك بتفكري ان انا اللي واقف في طريق سعادتك، وجايز كمان بتفكري ان انا راجل بخيل مش عايز اصرف على جوازة بنتي. لا، انا مش بخيل يا بنتي، انا حريص على القرش، لان اتمرمطت لحد ما جمعته. بس في حاجة تانية انا حريص عليها اكتر من القرش، هي انتوا حلمي
اللي بحلم بيه ليل ونهار. انتوا اغلى حاجة عندي، ومش عايز حاجة من الدنيا كلها الا سعادتكم. بس انا جايز بنظر للدنيا بطريقة غير طريقتكم. امكم هي الوحيدة اللي فهماني، عشان كده قدرت تستحملني. يا بنتي انا لما طلبت الشقة من العريس ما كانش بخل مني، لا، لكن دي الاصول. الشقة على العريس دي الاصول، وحتى لو ما كانتش الاصول كنت هطلب منه الشقة برضه. عارفة ليه؟ عشان يا بنتي الحاجة اللي بتيجي ببلاش بتروح ببلاش، ما بتبقاش ليها قيمة. أنا عايز اللي عايزك يكون عارف قيمتك. الراجل لازم يعرف قيمة مراته عشان تفضل غالية في عينيه. أنا هقولك حاجة، أنا زمان أول ما شفت أمكم دخلت قلبي وقلت هي دي اللي هتقدر تقف جنبي وتعيش معايا على الحلوة والمر. بس ساعتها أنا كنت أقل منها، لأن يا بنتي كنت لسه بشتغل شيال عند الحاج إبراهيم سردينة، ألف رحمة ونور عليه، ويوميتي 25 قرش، وساكن في أوضة تحت السلم. بس كنت متأكد إن أنا لو اتقدمت لها هتوافق وهترضى تعيش معايا في الأوضة، لكن مرضتش. عارفة ليه؟ لأني ما كنتش عايز أمرمطها معايا، لأنها كانت غالية أوي 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 في نظري. طب أعمل إيه؟ ما أنا عايزها. قلت اشتغل يا واد. عفرت، اشتغلت ليل ونهار وجمعت القرش على القرش لحد ما ربنا وفقني وأجرت لها شقة وسبتها هي اللي تفرشها بنفسها. ساعتها بس اتقدمت لها عشان اتجوزها وانا ضميري مرتاح. يا ريت يا بنتي، يا ريت تكوني فهمت اللي انا قصده. وفي حاجة كمان عايز اقولك عليها. انا يا بنتي لو متأكد ان الواد اللي متقدم لك ده بيحبك صحيح، انا اجيب لك سرايا تقعدي فيها معاه. لكن الواحد ما يقدرش يعرف ايه اللي في مخاخ الناس وجوه قلوبهم. يلا بقى، يلا فرفشي، عايز اشوف ضحكتك الحلوه. يلا، واوعدك اني مش هسيبك زعلانه. ايوه، بس انا يا بنتي انا كده خلصت ضميري، وانتي وبختك. مين عارف ايه اللي هيحصل؟ على رأي المثل، لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة و6 أشهر. انا بقى شايفه ان بابا مش هيوافق. يا بنتي حرام عليكي، انت طالعه سماويه كده لمين؟ يا ماما انا مش سماويه، انا واقعيه، وبعدين فاهمه بابا كويس. انا خطتي ما تنزلش الارض. خطه ايه؟ خطه؟ انا قلت خطه؟ انا ما قلتش حاجه. ايوه يا بهيره قلتي خطتي. ما تخلصي يا بنت انت وهي، انتوا ما عندكوش دم ليه؟ ما انتوش طالعين حسسه ليه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ على العموم انا فهمت. فهمتي ايه؟ ها يا بنت بس فهمتي اسكتي بعدين بقى. بس الكتم انت وهي ابوكوا جه اهو. يا ترى عملتي ايه يا بنتي؟ انت رايح فين؟ استنى. نازل وسايبنا كده مدهولين كده؟ ما انت لازم تشوف حل في الموضوع ده، انا مش هسيب بنتي تضيع مني. خلاص يا فاطمة، خلاص يعني ايه؟ خلاص اطمني. طب انت رايح فين؟ هكون رايح فين؟ في 60 دقايق. بعد الشهر. انتوا يا عيال فهمتوا حاجه من اللي قالها؟ ما قالك خلاص يا ماما. خلاص يعني ايه يعني ايه خلاص؟ مش فاهم. يا ماما انتوا كل يوم هتفضلوا تنكدوا على بابا؟ ما قالك خلاص يعني خلاص منك لله. خير يا حاج؟ لا خير يا سيد، مفيش حاجة. ابعت لي عيل من العيال يجيب لي شيشة من القهوة. حالا يا حاج.
ايه مالك يا حاج؟ في ايه؟ عايزك من بكره تنزل تدور لي على شقه كويسه 3 مطارح. ايجار ولا تمليك؟ جرالك ايه يا فهيم؟ هو في ايجار الايام دي؟ هو في شقه نواحيكوا في الزمالك يا حاج، بخلو. صحيح هو كبير شويه، لكن الايجار زي التمليك دلوقتي. يطلع قد ايه الخلو ده؟ يعني 100 150، بس الايجار مش كبير. على ايه؟ خلينا في التمليك احسن. طيب عاوزها في حدود كام يعني؟ يعني في نفس الحدود. وهتكتبها باسم مين؟ اكتبها باسم عبد الوهاب ابني. انا مش عارفه اشمعنى عبد الوهاب يعني اللي كتبت الشقه باسم. انت عجيبه يا فاطمه. ما عايزين اكتبها باسم مين؟ اكتب الشقه باسم مين؟ اكتبها باسم حد غريب؟ كنت اكتبها باسم ثانيه. عشان الواد يضحك عليها وياكل بعلاها حلاوه ويلها في الشقه، مش كده؟ انا مش عارفه انت خايف من الواد ده كده ليه؟ انا خايف من بنتك انت يا فاطمه. ثانيه؟ وفي اطيب من ثانيه؟ ده بنت حلال. ما هو انا مش مطمن عشان كده انها بنت حلال وطيبه، وشايفها واقعه لشوشتها في الواد ده، كأن اللي خلق نبيل ما خلقش غيره. بتحبه يا يا شيخه بلا حب بلا قرف. قرف؟ ده البت عسل طالعه لامها. الله يجازيك يا فاطمه. فكرتينا بالذي مضى، بس يا ريت بنتك طلعت زيك وعرفت تختار. ما يمكن هو كمان يطلع ابن حلال. الجواب بيبان من عنوانه يا فاطمه، وديك شفت اعمل ايه من الاول. معلش، كل واحد ادرى بظروفه. انا بس اللي مخوفني زعل ثانيه. هتزعل طبعا لما تعرف انك كتبت الشقه باسم اخوه. ما تزعل ولا تتفلق. هي مش كانت عايزه شقه؟ اديني جبت الشقه. بعد كده بقى انا حر اكتبها باسمها باسم اي حد، ده شغل انا بقى. وعلى راي المثل، مطرح ما تآمن خاف. ادي اللي احنا بناخده من خلفه البنات. يا اخويا، امال لو ما كانوش بس يتمتعوا بخيرك هيتمتعوا بخير مين؟ يا فاطمه، ولادي يتمرغوا في عزي لكن الغرب يسرقوا شقايا لا. وعلى راي المثل، اللي يحسب الحسابات في الهنا يبات. اهواك واتمنى. لا ما انساهوش. لا يا اختي اهواك. يا حبيبتي مبروك يا سمسم. عقبالك عقبالك يا رينا عقبالك. شفتي بقى يا سونسون؟ شفتي الخطه التمثيليه بتاعتي نجحت ازاي؟ انت ونبيل لازم تعملوا لي تمثال وتحطوه في احسن مكان عندكم في البيت. بكره ان شاء الله هيجي دورك وشوفي بقى انا هعمل معاكي ايه. لا 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 لا، مالكيش دعوه بيا خالص. انا هسيب بابا هو اللي يختار كل حاجه، هو اللي يختار العريس ويبقى هو اللي مسؤول عن كل حاجه. انا مش هعمل الخطه الخايبه اللي انت عملتيها دي. يخرب عليك يا بت، هو الجواز يبقى اسمه جواز من غير حب؟ انا كل اللي انا عايزاه يا سونسون ان انا اخرج من السجن اللي احنا عايشين فيه ده. نفسي اخرج واتفسح واشوف الدنيا واتمتع بيها. يا بختك يا سونسون، بكره نبيل هيخليكي اسعد واحده في الدنيا. بس انا خايفه يا ريري. خايفه من ايه تاني؟ خايفه لابويا يشترط على نبيل شروط تانية توقف الجوازه. في الحاله دي ما تقلقيش، هعمل لك خطه جديده وتمثيليه جديده عادي. لا لا يا ريري لا، انا مش عايزه ازعل ابويا، مش عايزه اعمل حاجه غصب عني. ما تبقيش عبيطه بقى. لا يا ريري، ده مهما كان ابويا بيحبنا وخايف على مصلحتنا. لا انت حيرتيني خالص بقى. انت عين في الجنه وعين في النار. امال بتحبي اللي اسمه نبيل ده ازاي؟ بحبه. بحبه قوي، بس انا مش عايزه ازعل ابويا. ما تتصوريش لما قعد وكلمني حبيته قد ايه. طب المهم دلوقتي ان احنا نعرف نبيل ان المشكله اتحلت. ايه رايك؟ انا هروح اكلمه من اوضه عبد الوهاب. عبد الوهاب طول النهار بره. لا تعالي يا ريري، اوعي تعملي حاجه زي كده. الله، امال نبيل هيعرف ازاي؟ البيه موجود. دقيقة واحدة. مين يا سلام؟ عواد البواب بس تاني. عايز ايه؟ عايز البيه. طب روح انت. خير يا عم عواد. الحاج عبد الغفور عاوز البيه الكبير ونبيل بيه يعدوا عليه الليلة الساعة 9:30. ان شاء الله. أي خدمة يا ست هانم. متشكرين قوي.
مصطفى يا مصطفى، ايه يا درية؟ عندي لك حته خبر مش هتصدق لو قلته لك. البواب كان عاوزني ليه يا درية؟ ما قلتليش عايزه نوع الشبكه ايه؟ يعني ايه نوعها ايه؟ يعني عايزاها ذهب، عايزاها بصر، معرفش الماظ، عايزاها ايه يعني؟ مش عارفه. انا هسيبها لذوق نبيل. ذوق مين يا اختي؟ ده انت باذن الله هتنزلي وانت اللي تنقي، وابقي اتكسفي لي بقى يا ثانيه. على العموم انا الحاجات دي ما تهمنيش. هو ايه ده يا بت اللي ما يهمكيش يا بت؟ ايه اللي ما يهمكيش؟ ده الشبكه دي الحاجه الوحيده الغاليه اللي هتاخديها من عين العريس، تقولي ما يهمنيش؟ طيب المهم انت متاكده ان هما جايين النهارده؟ اهو ابوكي مأكد وقال وضبوا البيت وعملوا حاجه حلوه، يبقى اكيد جايين. بس انا خايفه احسن البواب ينسى يفوت عليهم. ينسى؟ ده كان ابوكي طاين عيشته. الا قولي لي، هما النهارده هيتكلموا في ايه؟ يعني هيتكلموا في ايه؟ هيتكلموا في المهر. هو ده بقى اللي انا خايفه منه. لا لا ما تخافيش، ابوكي كان عايز 50,000، انا قلت له لا امشيها 20 زي بعض، 20 20,000 مش كتير. هو ايه ده يا بت اللي كتير يا بت؟ انت عايزه ياخدك بلاش؟ قال على راي المثل ملك مغليها، قال دافع دم قلبه فيها. طبعا هتمر على خير، مش هو اللي طالبنا؟ يعني وافق على شروطنا. ما تتفائلش قوي كده، الراجل عبد الغفور ده انا عارفه كويس، ما ينضمنش لاخر لحظه. بس انا بقى ضامن ثانيه، وكنت متاكد انها هتقدر تاثر على ابوها. على العموم احنا ما احناش عارفين هو عاوزنا ليه. طبعا عايزكم علشان يتمم الموضوع. هو لو كان رافض كان سأل فينا؟ مش المفروض ان احنا اللي كنا نكلمه؟ لكن ما تنساش الراجل ده ذكي قوي، ما عندوش غباء ابدا، عارف كويس قوي ان بنته بتموت في بلبل، كلام ماما مظبوط يا بابا، وانه عارف انه هيناسب مين. صدقوني اللي انتوا بتقولوه ده مش في حساباته، ده راجل ما يهموش غير حاجه واحده بس، الفلوس. علشان كده يا بابا مش عايزين نختلف معاه في مساله المهر والشبكه. مش يا ابني لما نشوف هو عمل ايه في موضوع الشقه، مش جايز طالبنا عشان يقول لنا اننا نشاركه في ثمن الشقه، او هو يدفع المقدم واحنا نسدد بقيه اقساطها؟ اوعوا توافقوا على حاجه زي كده. احنا مش حمل اقساط شقه، ده احنا مش عارفين نغير عربيتنا ولا حتى نجيب عربيه بالتقسيط. انا مش عارف اجيب لهم سيره الشقه ازاي. هقول لهم ايه؟ اقول لهم ان انا رجعت في كلامي ووافقت ان العروسه هي اللي تجيب الشقه. خايف اطلع صغير قدامهم. يا اخويا كفى الله الشر، ولا صغير ولا حاجه، بالعكس ده انت هتكبر في نظرهم اكتر واكتر، وخصوصا ان هم عارفين ومتاكدين ان الحكايه دي هم اللي كان لازم يقوموا بيها. تفتكري كده يا فاطمه؟ الا افتكر طبعا، ده انت مقامك هيزيد عندهم وهيبقى قد كده. امال ايه؟ والا بقى كمان لما تتم جميلك عليهم كده وتقول لهم الشبكه دي هديه العريس للعروس، احنا ملناش دعوه، هو يجيبها على ذوقه. ما تعتمديش على كده، اذا كان على الذوق هم ما عندهمش ذوق وهيجيبوا حاجه اي كلام. ولا يهمك، انا هنزل معاهم انا وثانيه تختار كل اللي هي عايزاه. طب بقول لك ايه، من دلوقتي اهو اما تنزلوا تجيبوا الشبكه تنقل البيت شبكه كده تملى العين، شبكه مفتخره. ما عجبهمش احنا لسه على البر، احنا لازم ندبسهم زي ما دبسونا. اطمن، ده احنا هناخد حباب عينيهم، بس انت الموضوع ده بقى يتم بسرعه يا عبدو عشان احنا كمان نحضر الحاجات اللي ورانا. انا مش فاهم انتوا مستعجلين على الجوازه دي كده ليه؟ الا مستعجلين، مش عايز تفرح تشوف بنتك عروسه قدامك كده وتصهلل؟ ما دام موضوع الشقه اتحل يبقى تطمن يا حاج، ومش هنختلف على اي حاجه. شوف يا مصطفى بيه، انا وافقت على موضوع الشقه ده بس عشان خاطر ابنك نبيل لسه في اول السكه وبيقول يا هادي وعظمه طري. متشكر قوي يا عمي، ربنا ما يحرمنيش منك. طب مش نتكل على الله بقى ونقرا الفاتحه؟ طب مش نتكل على الله بقى ونتفق على المهر؟ ما انا قلت لك يا حاج مش هنختلف على اي حاجه. هو حضرتك عايز مهر قد ايه؟
يا ابني قولوا لي عايزين عفش قد ايه عشان اقدر اعمل حسبتي. هات يا بنتي حط. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. مش قلت لك انك عرفت تختار؟ عن اذنكم. لا يا بابا، دي نوفا، نفيسه اخت ثانيه. طيب وبعدين بقى، امال انا امتى هشوف العروسه؟ ان شاء الله بقى لما نقرا الفاتحه. طب وايه اللي معطلنا ما نقراها؟ جرى ايه يا مصطفى بيه، انت بتنسى ولا ايه؟ مش الاول نتفق على المقايسه بتاعت العفش؟ طب يا حاج، بدل ما نخليها مقايسه نخليها مناقصه، وكل واحد منا يقدم العطا بتاعه، ولا ايه يا حاج؟ شوف يا مصطفى بيه، انت برضه مش هتقدر تغلبني. الحته دي بتاعتي، ملعبي. ما علينا، نتكلم جد بقى. من عين صحابك نفر، ومن عين اخواتك نظيرة بنت فاطمة، بهيرة بنت فاطمة، عبد الوهاب ابن فاطمة. بهيرة بنت فاطمة قلتها قبل كده، من عين ابوكي، ومن عين امك فاطمة، ومن عين بطة بنت خالك، ومن عين فتحية. إلهي يا بنتي كل اللي شافك وما صلاش على النبي تترد عليه عينه الوحشة إذا كانت وحشة، والحلوة إذا كانت حلوة. إن شاء الله يا بنتي يا رب يجعل لك في وشك القبول يا رب، ويمشي لك موضوعك على خير. قادر يا كريم يا رب، انت القادر يا رب، وغيرك ما يقدر. امك بتحضر ارواح. ايه ده يا ماما بتعملي ايه؟ عملتي ايه؟ سمعتي حاجة؟ شكلهم كده ايه؟ اتفقوا. مش عارفة. مبروك يا سنية. مبروك يا سنية. يا سلام، وما جيش عقبالكم؟ لا، عقبالكم انتوا. انا شخصيا لسه بدري عليا، لازم الاول اخد الدكتوراه. انت ناقصة دكتوراه، انت من غير حاجة طول النهار بتدي في حقن.